الرحيم. في البداية أود أن أحيي قناة هنا الأنبار وأحيي كادرها وأتمنى لهم الموفقية والرقي. قبيلة البوفهد من القبائل العربية الكبيرة التي نزحت من الجزيرة العربية من منطقة حائل في المملكة العربية السعودية، ونزحت باتجاه بلاد الشام، وبقت فترة قصيرة في سوريا، ودخلت العراق عن طريق منطقة صيب الغربية البوك في القائم، ثم استقرت فترة قصيرة ورحلوا باتجاه الأنبار. رحلوا من منطقة القائم باتجاه الرمادي. وقبيلة البوفهد قديما كانت كباقي العشائر العراقية تمتهن مهنة الرعي، وكانوا أصحاب مواشي وأغنام، واستقروا في منطقة حصيبة الشرقية الآن، وسميت حصيبة تيمنا بالمنطقة التي سكنوها في أول ما دخلوا العراق، في منطقة حصيبة الغربية في منطقة القائم، فسميت بحصيبة الشرقية. استقر أبناء قبيلة البوفهد في هذه المنطقة، وتطورت الحياة من حياة الرعي إلى المدنية. استقروا، بدأوا يشيدون البيوت، وتغيرت حياتهم من حياة الرعي إلى الزراعة. وعندما استقر الوضع في يعني العراق بالكامل واستقر وضعهم، اتجهوا إلى التعليم، يعني ودخلوا أبنائهم المدارس، وتخرج منهم كثير من الكفاءات العلمية، أطباء، مهندسين، مدرسين في مختلف الوظائف الحكومية. وكان لهم باع طويل في وضع المحافظة، في إعمار المحافظة، في رفد المحافظة بالكفاءات العلمية. وكذلك على مستوى دولة العراق، يعني أصبحوا من رجالات هذه القبيلة لهم مكانات بارزة في الدولة العراقية، وساهموا في تطوير وبناء الدولة في العراق. قبيلة البوفهد كباقي عشائر الأنبار، عندما دخل داعش أو قبل داعش كانت هناك القاعدة. قدمت قبيلة البوفهد كثير من الشهداء وكثير من الجرحى الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير مناطقهم من الإرهاب المتمثل بالقاعدة، وتمكنوا في نهاية الأمر من تحرير مناطقهم وطرد القاعدة من أراضيهم ومن المحافظة. واستقرت المحافظة إلى أن تم دخول داعش في سنة 2014 إلى المحافظة بعد الأحداث اللي سبقتها. يعني أيضا البوفهد قدموا كثير من الشهداء. وأول ما دخل داعش رفع أبناء قبيلة البوفهد السلاح بوجه داعش، وقالوا لن نسمح لهم بدخول مناطقنا. وبقيت الحرب معهم لمدة 1 و8 أشهر، إلى أن سقطت أو تمكن داعش من احتلال مركز المحافظة وسقوط مركز المحافظة وقيادة العمليات. ثم اتجهت القطعات باتجاه مناطقنا، وأيضا انسحبوا منها، وسقطت منطقتنا في آخر منطقة في محافظة الأنبار. وتحررت أول منطقة في محافظة الأنبار، لأنه أبناء القبيلة لم يغادروا أرض المعركة، وبقوا على
تحديدا في منطقة المضيج القريبة من عصيبة، بقوا هناك في سجال وقتال مع داعش إلى أن تمكنوا من تحرير مناطقهم ورجوعهم إلى ديارهم، وكانوا أول الناس الذين رجعوا إلى ديارهم. قبيلة أبو فهد على المستوى الاجتماعي يعني حقيقة بنت علاقات وطيدة وعلاقات أخوية صادقة مع كل العشائر اللي موجودة في المحافظة. ونعتبر نحن في محافظة الأنبار حقيقة كل عشائر المحافظة هم أخوة، ولا فرق ما بين هذه العشيرة وتلك العشيرة، ونتمنى أن يسود هذا النفس في كل محافظتنا وفي كل عشائرنا. يجب أن نقدم الأفضل، لا نتعنصر لشخص هو غير كفؤ، نتعنصر للشخص اللي يكون كفؤا وندعمه بكل قوة وبكل ما نملك في سبيل الارتقاء بمحافظتنا بكل المستويات، سواء كانت علمية، ثقافية، دينية، خدمية. نقدم الأفضل، وإذا ما تعايشنا في هذه الروحية بالتأكيد سنتمكن من بناء محافظتنا وبناء جيل ممكن أن نسعد برؤيته وبما يقدمه لبلده ومحافظته. علاقاتنا علاقات طيبة مع كل شيوخ العشائر في الأنبار وعلى يعني مستوى العراق. نتمنى من كل الأخوة في هذه المحافظة أن يحافظوا على النسيج الاجتماعي لمحافظتنا ونسيج الاجتماعي لهذه العشائر كي تعيش هذه المحافظة بأمن وأمان واستقرار وهدوء. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق والأمان